ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. وحشتوني. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه مولد النبوي الشريف. يعود على الجميع، على جميع المسلمين بخير يا رب. مولد سيدنا رسول الله سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. في الموسم دوت بنعمل بط او اي طيور بنعملها. ماشي. وانا جبت بطايه قسمتها نصين، لان عندي اولاد بيحبوا البط واولاد بيحبوا الفراخ. جبت البطايه قسمتها زي ما حضراتكم شايفين، بعد ما غسلتها حلو ونضفتها وغسلتها بملح بس. لا انا قعدتها في اي حاجه ولا باي محتاجه، لان هي لما بتعملي كده بيبقى ريحتها زفر. وهنحط عليها حته قرفه وطماطمايه وبصلاية كوني غسلاها ومقطعاها، وورقتين لورا وفصين حبهان، والملح زي ما انت ما عايزة، ونص معلقة فلفل أسمر صغير. بتحطيهم عليهم وتقلبي تقليبة وتسيبيها. هتطلع البهاريز بتاعها، و أول ما تطلع البهاريز بتاعها هتكوني انتي غالية مية وتروحي عاملاها عليه. فخليكم معايا، اوعوا تزهقوا. خلي بالكم، هقول لكم على سر. البطه دي كانت على السطح اللي قصادنا بتاعت الست شوشو، وانا خدتها وذبحتها عشان غيظاني صراحه. فهنعمل ان شاء الله جنب البط دوت. طبعا ما ينفعش يتعمل الا جنبه محشي. زي ما حضراتكم شايفين، جبت حله وحطيت فيها بصل قطعته، وحطيت فيه معلقه سمنه وحبه زيت. هسيبه على النار يدبل ويحمر حاجة بسيطة، ونكون محضرين طماطم. ون مع عصرين الطماطم ونحطه عليه. ما تنسوش يا حبايب قلبي تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وزي ما حضراتكم شايفين كده، طبعا الفراخ بعد ما اتشوحت والبهاريز طلعت منها بنحط لها المية السخنة زي ما حضراتكم شايفين كده. اول ما نحط المية السخنة بتغلي، والشوربة بتاعتها ما شاء الله الله اكبر، وكانت لسه ما غليتش، فما شاء الله الله اكبر. تتشرب شرب جميلة وشكلها جميل جدا. بنسيبها تغلي، ونحط مية تاني نزودها ونسيبها تغلي وتستوي. بكون لسه ما حطيتش الفراخ، بسيب الفراخ لغاية لما البط يستوي نص سوا واحطه. ودي شكل البصلة بعد ما اتحمرت زي ما حضراتكم شايفين كده. احط لها الصلصة واحط لها التوابل بتاعتها. التوابل بتاعتها عبارة عن فلفل اسمر وشطة وكمون وملح، مفيش اكتر من كده. ما تزوديش عن كده، لان المحشي ما بيتعملش الا بالطريقة دي. اللي يفترك ويقولك ده انا بحط بهارات تانية، ده انا بحط مش عارفة ايه، لا، هو ما بيتحطش الا كده، وبيبقى طعمه جميل جدا. وده شكل الفراخ خلاص. يعني بدأت في النص سوا بتاعها. هحط لها هحط الفراخ، قصدي البط نستوى نص سوا، بحط الفراخ معاه واسيبه لغاية لما يستوي. طبعا شايفين ما شاء الله الله اكبر الشوربة بتاعتها، البهاريز اللي عليها عامل ازاي، شكله يفتح النفس. ما اقولكوش الريحة كمان الله اكبر، جايب اخر الشارع. فبقلبها كده، اغطي عليها لغاية لما تستوي واسيبها وابص على التقلية بتاعتي. طبعا بكون مقورة البتنجان والكوسة والفلفل، واكون عاملاه يعني محضرة. ودي شكل التقلية بتعمل، وده شكل البط بعد ما استوى هو الفراخ. بطلعه في صينية وهوريكم دلوقتي بعد ما بطلعه بعمل ايه. بكون محضرة صلصة وعليها شوية دبس الرمان، وادهنها زي ما حضراتكم شايفين كده، واحطها في الفرن. لو عملتوها بالطريقة دي هتدعولي، لانها طريقة جميلة وطعمها حلو، احسن من التحمير وتبقى شاربة زيت، ودي اخف بكتير. بعد ما التقلية اتسبكت، بكون محضرة خضرة مقطعة زي ما حضراتكم شايفين كده، وغسلة الرز ومصفياه، ما بخليش فيه ولا نقطة مية. بحط الخضرة مش وهي على النار، بعيد عن النار عشان لونها ما يتغيرش، واقلبها واحط الرز واقلبه وبحشي المحشي.
كل صنف لوحده. ما تنسوش يا حبايبي تصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. هحشي المحشي وهوريكم الشكل بتاعه بعد ما اتحشى هيبقى عامل ازاي. ده يا حبايبي بعد ما حشيت، طبعا كان في حبة كرنب على جنب كده في الفريزر، لان لقيت الكرنب غالي قوي فحطيته على جنب. وحشيت الكوسة والفلفل والبتنجان على جنب كده، وسقيت المحشي مش لغاية الآخر، سقيته تحت الكوسة والبتنجان بحاجة بسيطة، لأن الكوسة بتنزل مية فعشان ما يتعملش. وده الورق العنب بتاعنا بعد ما حشيته هسقيه، وبعد ما اسقيه هحط طبق صيني بحيث ان الورق العنب ما يفكش لما يغلي منك وهو على النار. فبسقيه زي ما حضراتكم شايفين كده، وبحط له طبق صيني، اي طبق يكون تقيل بحطه على الوش كده واسيبه. اما يغلي ويتشرب منه بروح موطيه عليه، ماشي. ما بحطلوش حاجه الا دبس الرمان. تقليه المحشي بتاع الورق العنب بحطله دبس الرمان ولا ليمون ولا اي حاجه تانية، بيطلع ما شاء الله طعمه زي العسل. اوطي عليه واسيبه لغايه لما يستوي هو والكوسه. نيجي لعمايل لسان العصفور، بنحط حبة زيت في حلة ونحط لسان العصفور زي ما حضراتكم شايفين كده، ووطي عليه واسيبه يتحمر. نقعد نقلب فيه بس مش على طول، ونسيبه لغاية لما يتحمر. ده شكله يا حبايب قلبي بعد ما اتحمر، وحطيت عليه كبشة شوربة. شكله جميل بصراحة. معلش، هو البوتاجاز طرطش حبة عليه فما اعذروني ماشي. وده الشكل النهائي بتاع الأكل بتاعتنا النهاردة: ورق عنب وكرنب وكوسة وبتنجان وفلفل والبط بتاعنا والفراخ ولسان عصفور. يا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم واكون عند حسن ظنكم، وما اكونش تقلت عليكم، واقول لكم تاني كل سنة وانتم طيبين ويعود علينا بخير يا رب. بحبكم في الله. ما تنسوش يا حبايب قلبي تعملوا لايك واكسبلور واشتراك للقناة عشان يوصلكوا كل جديد. زي ما حضراتكم شايفين كده اوريكم كل طبق. ويلا يا شاطرين، انا عارفه ان انتوا شاطرين ومعمولوا الموسم بتاعكم، وكل سنه وانتوا طيبين، يعود عليكم جميعا بخير. اللي بيحبني يعمل تعليق للقناه.